ما شاء الله. دلوقتي الفي بي في بانك اوف مونريال. في بي جلوبال تريد فاينانس وسبلاي تشين فاينانس. انه بيرسوناليتي او انه باكج لواحد جاي لسه ايميجرانت وعايز ينجح حتى لو هو كان شغال في بوزيشن كويس، انه منتاليتي المفروض تبقى عنده. The short answer for your question, adapt to change regardless ايه التشينج ده. النهارده اليوم مختلف شويه، معانا ممدوح وغاده. هو متخرج كمان من جامعه اسكندريه، ما شاء الله بقى له هنا اكتر من 30 سنه، وصل لمنصب كويس جدا، واحد من اكبر البنوك هنا في كندا. شكرا ان انتوا استضفتوني النهارده، حقيقي انا مبسوط جدا ان انا معاكم. ثانك يو سو ماتش صراحه. ما شاء الله قصه نجاح حقيقي كبيره. احكي لنا ازاي جيت هنا. والله انا اتخرجت من جامعه اسكندريه محاسب اكاونتنج. حلو. واول ما ابتديت حياتي في بنك كان اللي هو بي ان بي باريبا او اوكي. بنك ناشونال دي باري زي ما بيقولوا. قعدت فيه 6 سنين، كان من 1983 ل 1989. اوكي. وبعدين جت فرصة بقى، كانوا فاتحين باب الهجرة في كندا وكل أصحابي عاملين يهاجروا وكل. أنا أصلا من خريج مدرسة سان مارك في اوكي. اسكندرية، وكل أصحابي لقيتهم عاملين يهاجروا، واللي راح أستراليا واللي راح كندا، بس معظمهم جم كندا الحقيقة. حلو. فقلت فرصة أجرب أشوف حظي إيه. رحت السفارة وقلت لهم الكواليفيكيشنز بتاعتي وكده، وادوني الورق وابتديت أعمل إجراءات الهجرة وجات لي 1989. كان وقتها ما فيش حاجه اونلاين وكده زي ما موجود دلوقتي، لا كل حاجه لا اونلاين. كانش في كمبيوتر كنت خالص. مش في بتخش كمبيوتر. تقف طابور قدام السفارة، لأنهم كانوا أظن بيفتحوا على الساعة 8، ورحت وقفت من الساعة 1 الفجر. اوه. من واحدة الفجر انت بتستني بس تاخد دورك في الطابور. بالظبط، تاخد دورك في الطابور. كنت تقريبا ثالث واحد لحد ما فتحوا، والحمد لله اخدت الورق على طول. وبعدين ابتديت اقدم على الهجرة، اخدت مني تقريبا سنة ونص سنتين. حلو. كل حاجة كانت وركي طبعا. يمكن ان انا ابتديت اقدم على 87. 89 جات لي اللاندنج. وبعدين قررت، دي كانت مجنونة شوية، حركة مجنونة مني، قررت ان انا اقضي الصيف في مصر بقى وامتع نفسي قبل ما اهاجر والهارد وورك يعني. أوكي. فقعدت الصيف كله في العجمي. حلو. وبعد كده هاجرت على ديسمبر. وصلت بالظبط، عملت لاندنج كريسماس ايف انت جيت ديسمبر في نص 24. الشتاء. 24 اللي هو بس. بقى البلد كلها قافله، مفيش اي حاجه. والحقيقه ما كنتش عارف حد خالص يعني. يعني انا جيت هنا ما اعرفش ما حد تعرفش حد. خالص. واحد صاحبي بس اللي اعرفه، بس بالصدفه كان عشان كريسماس وكده. هو متجوز انجليزيه، كان في انجلترا، راح انجلترا يقضي الكريسماس، وبعدين نزل مصر عشان يروح نيو يير وكده. فجيت هنا ما اعرفش حد خالص. بس البلد كانت قافله تقريبا، كانت ساقعه جدا. كان اياميها لسه عندنا ساقعه، البرد كان لسه غير حقيقي دلوقتي. هقول له خلاص. كم سنتيمتر اوف سنو؟ هي كان في سنو ستورم، بس يعني كان بتعمل مثلا 10 15 سنتيمتر. مش زي دلوقتي يعني طبعا. الجو اتغير خالص طبعا. بس فنزلت في اوتيل في تشاينا تاون. كانت يعني was not a pleasant experience اكيد قوي اكيد انا يعني. متخيل. وقعدت اول شهر بقى لوحدي عمال ادور على شغل. طبعا خدتش بالي ان مفيش حد بيبص على ريزوميز، لان انت عندك كريسماس هوليدايز ونيو يير وكده، فكله اجازات يعني. فقعدت اول شهر طبعا عمال ابعت جوابات وابعت ريزوميات وكده، ويجي لي ثانك يو فيري ماتش فور ابلاينج. ما كانش في اي ريسبونس. بس لحد بقى كريسماس خلص والنيو يير خلص، وابتدت بقى الناس ترجع للاشغال بتاعتها. وابتديت بقى صاحبي راجع من رحلته من مصر وانجلترا، وابتديت اتعرف على ناس، وابتدت بقى الحياه تبقى ألذ. وبعدين داخل على السبرينج وكده. كل الفتره دي كنت لسه بدات تشتغل ولا كنت لسه ما بداتش؟ بص، انا كنت بدور على شغل بالظبط من اول يوم عملت فيه لاندنج، من 25 ديسمبر لحد تقريبا لما جه صاحبي من مصر. جه هو تقريبا نص يناير، قال لي بص انت بانكينج اكسبيرينس، I have a friend of mine بيشتغل في رويال بانك اوف كندا. فعرفني بيه. الاكسبيرينس بتاعتي كانت في البانكينج تراديشنال تريد او انترناشونال تريد، جلوبال تريد فاينانس. عرفني على واحد صاحبه، وبعدين صاحبه ده عرفني على الهيد بتاع الانترناشونال تريد في RBC، وقال لي وانس عندنا opportunity هكلمك. جميل. في الفترة دي أنا بقى بدور على شغل، ولقيت العملية مش سهل. كل بتروح تقدم محدش بيدي لك الopportunity، وبعدين بيقولوا لك you don't have Canadian experience. انا متوقع في الوقت ده يعني من 30 سنه تقريبا كان الوضع لسه فيه الكنديان وايت، ولسه ما فيش مهاجرين كتير. بص، كان في تورونتو يعني مور اور ليس يعني كان فيها، بس اقل كتير من اللي موجود دلوقتي. بس معظم الحقيقه اللي انا كنت بقابلهم كانوا ايميجرانت. اوكي. يعني معظم الانترفيوز اللي عملتها والهيد هانترز معظمهم immigrants. ايميجرانتس يعني. اوكي. they are not يعني Canadian يعني.
المشكلة اللي كانت قدامي موضوع الكنديان experience. يعني what do you mean by Canadian experience؟ يعني how am I gonna gain the Canadian experience من غير giving me the عدم شغل. opportunity؟ فهم بيقولوا Canadian experience معناها ان انت you don't have a work reference. هم عايزين when they hire you عايزين يروح يسألوا عليك اخباره ايه، ازاي الورك كويس ethics مش كويس. بتاعته. فهم the Canadian experience are referred to as your work reference. ده اللي انا فاهم. بس ابتديت ابقى aggressive شوية. مم. I'm panicking يعني طبعا. I need to find كان a بالك job. جه عليك اللحظه اللي هي اتوقع دي بتيجي لاي immigrant، جه عليك اللحظه اللي هي بتاعت انا عملت في نفسي كده ليه؟ هو بص بس هي انا قلت انا مش هرجع تاني فاشل. اول شهر بقول لك طبعا موضوع الاجازات والنيو يير والكريسماس ده عطل العمليه شويه، بس الحقيقه ابتديت ابقى little bit aggressive. فبقيت اخش مثلا برانشز مم. واقول لهم I need to speak to the manager. ساعات يقولوا لي مثلا مش موجود، طب ده تليفونها كلمه. لحد ما بالصدفه دخلت في فرع تورونتو دومينيون في الداون تاون وقلت لهم I need to speak to a manager يعني. فقالوا لي اوكي، جابوا الهيد الاتش ار مانجر واتكلمت معاه وقلت لها I need an opportunity, I need يعني a job. انا just immigrant just landed و I need a job. فقالت لي اوكي حاليا ما عنديش حاجه، بس في تيرن اوفر في الكاستمر سيرفيس والتيلرز وكده هو بيبقى عالي. once there is an opportunity I will give you a call. فروحت البيت لقيتها بتكلمني قالت لي تعالى ابتدي بكره. ما شاء الله. آه. هل انت شايف ان دي حاجه يعني المفروض الناس تعملها؟ لان في ناس بتبقى شايفه ان هو قدمت مثلا اونلاين او قدمت على 10 شركات 20 شركه ما جالهمش اي ريسبونس، فشايفين ان هم كده عملوا اللي عليهم وخلاص. هل انت شايف لا ان ده الموضوع مش صح، محتاج ده مش محتاج صح. اصرار؟ انت محتاج ان انت تفولو اب معاهم، لان مم. انت you're competing مع مجموعه مجموعه كبيره جدا طبعا. طبعا. فانت you need ان انت to show them that you are interested, you need to show them that you need a job, follow up معاهم، ما تتكسفش. that's very important يعني. I just want to add لركا هنا. ركا كان دايما يقول لي ايه، احنا مش زي في مصر. أصل في مصر يقول لك انا خلاص انا عملت فولو اب كرامتي، ما اقدرش بقى مم. اتقل عليهم. بالظبط. لا هنا ما ينفعش، يعني هنا لا بالعكس هم عاوزينك. طبعا لازم you طبعا. have to مم. لازم تبقى في الصورة على طول. لان انت if you don't follow up انت بترجع ورا في ورا. الطابور. صح. فانت كل شوية عايز تبقى قدام. ظاهر صح. بالنسبة لهم لحد ما حاجة تظهر. بس انت فعلا عشان تدخل في الكومبيتيشن دي انت محتاج ان انت تبقى يعني بتتكلم بوضوح ظاهر للناس، أكيد. يعني ده هيفرق كتير. وبرضه from my own experience unfortunately وده موجود في العالم كله وفي أي حتة، الريفيرال مهم أوي. طبعا. your networking والcontacts بتاعتك. صحيح أنا اشتغلت أول شغلانة ليا كانت هنا عشان أنا I was determined وaggressive ورحت وظهرت كان وغير عندك أي referral أو networking. بس my main job جات لي من referral اللي هو صاحبي اللي أنا بقولك عليه ده. لما كلمني صاحبه في RBC قعدت أنا في تورونتو دومينيون في الشغلانة ديت لمدة تقريبا شهر ونص. وبعدين RBC كلموني قالوا لي في opportunity كانت ما هي أحسن وبوزيشن أحسن وكل ما شاء حاجة الله. أحسن. مم. فطبعا رحت على طول. طبعا. قلت لهم اكيد. اورفار ميرسي هي اكيد. تيجي ورحت ابتديت بقى في RBC. ما شاء الله. يعني بدأت بقى رحلتك، قعدت كام سنة في RBC؟ بص انا قعدت في RBC 16 سنه. انا توتال ييرز اوف اكسبيرينس في البانكينج 41 سنه. ما شاء الله. 6 منهم في بنك ناسيونال دو باري او BNP. RBC قعدت 16 سنه. حاليا في بنك اوف مونتريال وبقالي دلوقتي تقريبا 19 سنه معاهم. ما شاء الله. دلوقتي الفي بي في بنك اوف مونتريال. VP جلوبال تريد فاينانس وسبلاي تشين فاينانس. ما شاء الله ما شاء الله. في ناس بتيجي immigrants جداد، يعني انا كان هدفي الاساسي لما بدات المحتوى ده ان هو الناس اللي جايه جديده ساعات بيبقى عندهم نوعا ما مش احباط، ولكن بيحسوا بالاحباط ان هم بيبقوا سايبين مصر او سايبين الدول العربيه، شايفين ان هم يلاقوا opportunity المفروض في اول يوم، وشويه بيتخضوا لما بيلاقوا الواقع ان هو لا، في كومبيتيشن هنا وفي ناس محتاجه ان هو تشوف ان انت عندك الكواليفيكيشنز الواضحه عشان يشغلوك. ايه اللي شايفه ان هو ممكن الناس تطور من نفسها في in terms of qualification connection networking؟ definitely connection networking. وانا شفت الكلام ده. ناس كتير قوي بتيجي مثلا من مصر او من دول عربيه او كده وبتيجي كندا وبيبقوا عندهم very very good positions صح. هناك. بيبقى الاكسبكتيشن بتاعته ان هو بيجي يعني هو مش عايز يقل عن كده. unfortunately that's not the right mentality or mind. لان صحيح انت مثلا ليك experience معينه او position معينه، بس هو جاي هنا هو he's competing مع اللي بيشتغلوا هنا.
معظم الناس when they hire from within the workforce. يعني انا مظبوط. بشبهها تقريبا زي it's a circle، في ناس جوه السيركل وفي ناس بره السيركل. اللي بره السيركل دول اللي هم اللي جايين من بره، they don't have the Canadian experience او they don't have the work reference in Canada. they are competing مع الناس اللي جوه، فهو انه يخش جوه السيركل ده takes time. طبعا. بس once ان هو دخل خلاص بتبقى العمليه بتبقى مفتوحه، خلاص عمل اسم او عمل كارير هنا، هو ممكن يسالوا عليه، ممكن يعرفوا ايه الكواليتي بتاعته. في ناس كتير قوي مثلا اللي هم بيجوا في سن صغير مثلا او كده، هو تملي ولاد صحابي مثلا او كده، هو نصيحتي لهم ان هم يحاولوا يعملوا كورسات في مجال اللي هي الحاجات اللي بيدرسوها. يعني مثلا لو حد جاي بانكر I recommend مثلا ان هو يعمل حاجه اسمها CFA Certified Financial Analyst. 100%. وده ممكن يعملها من مصر، ممكن يعملها من الدول صح. العربيه قبل ما يجي هنا. It's an international certificate. مظبوط. فبتدي له advantage من واحد ما عندوش الكلام ده، لان اللي بيشتغلوا هنا هو اوريدي عاملين MBAs، عاملين CFAs، عاملين CPAs. risk management CBAs، عاملين كل حاجه. فانت you're competing مع العالم. at least ان انت جهز نفسك بجانب الاكسبيرينس اللي عندك. try ان انت to study something او تعمل كورسات او certificates that are known internationally تساعدك ان انت stand out. to stand بالظبط. out and compete. صح، منطقي. نصيحتك ايه للناس اللي هي مثلا شغالين في بوزيشنز كويسه وعشان ولادهم مثلا او كده خدوا قرار الهجره وجم هنا، نصيحتك ايه؟ مش عيب ان هو يحصل له مثلا داون جريد او كده؟ خالص. ما انا حصل لي كده اهوت. انا كنت مثلا in a decent position في مصر، ولما جيت هنا اهوت ابتديت از تيلر، وشويه بشويه بالعكس انت بتبتدي بحاجه صغيره وعندك the experience ان انت تثبت نفسك بسرعه، وبتلاقي نفسك ان انت يو اكسل تتقدم في الكادر الوظيفي بسرعه وبتثبت نفسك مش بتحس مثلا ان في اي جزء من العنصريه بما انك انت immigrant فانت ما فيش لا فرصه ان انت؟ لا خالص. not انا anymore. شخصيا ما حسيتش بالكلام ده خالص. بيقولوا ان هو هنا اتليست في فرصه عادله للوصول بتبقى موجوده عند كل الناس لو انت بالظبط. فعلا عندك الكواليفيكيشن، بتسعى، بتعمل اللي عليك، تبذل مجهود. حضرتك ما شاء الله يعني مثال واضح لحاجه زي دي، اللي هو حتى لو انت immigrant. وانا هضرب لك مثال معظم الناس تعرفه، يعني محمد صلاح. صحيح. لو هنتكلم على عنصريه كان ممكن يحاربوه مثلا في انجلترا، وشوف محمد صلاح فين ما شاء دلوقتي. الله. It's طبعا. mentality. صح. It's mentality ان انت how do you adapt, how do you approach different situation, personality بتاعتك عامله ازاي, your short plan, long term objective. الحاجات دي كلها انت you have to have it in your mind. يعني حضرتك شايف انه personality او انه package لواحد جاي لسه immigrant وعايز ينجح؟ the short answer for your question adapt to change. regardless ايه التشينج ده، هو لو انت you have the personality that you can adapt to the change هتوصل في يوم من الايام. ده دايما ربي بيقولها لي. يعني ده اهم حاجه. تبقى resilient، تبقى بالظبط. بتادبت لاي حاجه بتحصل حواليك لان بسرعه. في ناس تملي بيحبوا their comfort zone او الستاتس كو. ماشي اوكي، بس مش هتوصل زي ما واحد يكون عنده always challenge the status quo easily can adapt to change. لان هم البرسوناليتي دول يقول لك ايه مثلا challenge motivate me، يعني عندهم الموتيفيشن طول ما في challenge، طول ما في change and challenging the status quo بيبقى عندهم motivation، فبيوصلوا from point A to point B from point B to point C. ده اللي بيخليهم يفرقوا عن اي حد تاني. لا I need my comfort zone. يعني انا عارف مثلا بعمل الموضوع دوت وانا فاهم فيه، مش عايز اطلع بره. اتعلم حاجه تانية. فهو ده المنتاليتي ده يعني you have to adapt to change and you have to be willing ان انت to challenge the status quo all the time. صح. ثانك يو سو ماتش. صراحه يعني استفدنا جدا، واي هوب ان الناس كمان تستفيد من التجربه الناجحه دي، لان في ناس كتير بيبقوا محتاجين ان هم يسمعوا من حد نجح او يسمعوا من حد مر بمواقف معينه هم ممكن يكونوا اتحطوا فيها وشايفين ان هو دي النهايه. بس لا، الموضوع مش هينتهي غير لما انت تنجح، لو انت فعلا أكيد عندك طبعا. المنتاليتي بتاعت النجاح وان انت تكون مستعد ان انت تطلع من الكومفورت زون بتاعتك. اكيد. فيا ثانك يو سو ماتش والله، My pleasure. وشكرا Anytime. شكرا على استضافتي النهارده كمان.